اهلا شباب، 7 سنين مستنيين وفي الاخر موسم سيء جدا مقارنه بباقي المواسم. طب ايه اللي خلاهم يعملوا الخطا ده؟ هل صناع جامبل الابداع اللي عندهم راح لدرجه انهم يخلوا الموسم عباره عن كوميديا سيئه ومعظمها لا تناسب الاطفال وموسم عشوائي جدا؟ هقول تقييمي ليه في الاخر، انما دلوقتي هنشرح ونحلل اول 10 حلقات وهنطلع منهم الخبايا والسبب اللي خلاني اقول ان اسوأ موسم بالنسبه لي. فقبل البدء ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. خلينا نبدا بالحلقه التاسعه، ودي الحلقه اللي تعتبر الاهم علشان هرتب عليها باقي الاحداث. بيكون اسمها الملل. اولا الحلقه بتحكي عن جامبل وداروين اللي بتكون تينا هتفشخ من بره. في بدايه الحلقه بيشوف جامبل وداروين مولي واللي بتكون بتحكي لساره لكنها ممله جدا، وبالغلط جامبل وداروين بيبوظوا رسمه تينا واللي بسببها تينا هتضربهم. المهم جامبل وداروين بيروحوا الحمام وبيقابلوا مولي اللي بتقعد تحكي لهم وبينعسوا من الملل. بالصدفه بيكتشفوا ان مولي بتوقف الزمن وبيستغلوا الموضوع ده في انهم يبداوا يعملوا مقالب في الناس، وكل ما مولي بتحكي الزمن بيوقف ولما تسكت بيرجع تاني. المهم بتضرب الحصه وتينا حرفيا هتدمر جامبل وداروين، بس مولي بتبدا تتكلم تاني بيوقف، وده بيديهم وقت انهم يتعلموا جميع الفنون القتاليه علشان يكونوا جاهزين ويحاربوا تينا. ولكن تينا بتكون اقوى من العبث ده كله وبتصحى جامبل وداروين، لكنها بتسيبهم لما بتعرف انهم مع مولي لانها ديناصور زيها. بيتكلم جامبل بطريقه ممله وبيوقف الزمن هو كمان. خلينا بقى نقف عند الحته التجميل الوقت دي وازاي مولي عندها القدره دي. لو تفتكر ان مولي راحت الفراغ قبل كده بسبب انها كانت غلطه ولانها ممله ومحدش مكترث لامرها، ولما رجعت كانت ممله برضه ولكنها بقوه خارقه وهي ايقاف الزمن. الفراغ حول لعبها لميزه، وده اللي بيعمله الفراغ، بيحاول يلعب لميزه زي ما عمل مع ريتشارد وروب، وهتفهم قصدي اكتر قدام. ولما جامبل دخل الفراغ علشان يساعد مولي اكتسب برضه قدره ايقاف الزمن. المهم خلينا ما نحرقش النظريه دلوقتي ونروح للحلقه الخامسه بعنوان الظهر ومشيها الظهر. وانا هنا بتكلم على الحلقات حسب ترتيب الاحداث مش ترتيب الارقام يعني. المهم خلينا في الحلقه اللي تعتبر اكتر حلقه عبثيه في جامبل، وده بسبب الحاجات اللي بتحصل فيها. بتبدا ان جامبل عامل حفله للظهر. هتقول لي عامل ليه حفله للظهر؟ هقول لك اسمع وانت ساكت. وبيقول لمستر براون عليها، واللي بيقول له انا عندي مشاكل في ظهري ومش هشارك، وجامبل بيقول له انه هيساعده يحل مشاكل ظهره وبيوافق مستر براون، وبياخدوا جامبل وبيروحوا يعملوا قصه شعر لظهر مستر براون. لكن اول ما لاري بيحط مكنه الحلاقه في ظهر مستر براون بيتجنن وبيضرب الكل وبيخش السجن هو وجامبل، وبيكون معاهم في السجن صديق السحر اللي عملته انيس قبل كده. بس بما ان شكله كده ليه ما بقاش عباره عن غلطه وراح للفراغ؟ هل الفراغ بياخد ناس معينه ولا اي غلطه وخلاص؟ على السريع كده اشرح لك الموضوع. الفراغ هو عباره عن مكان تم رمي فيه الحاجات اللي محدش بيحبها والكل بيكون متجاهلها، مش الاخطاء بس. يعني عندك مثلا روب اللي وداه الفراغ ان محدش كان مهتم بيه وكله متجاهله، ونفس الكلام ينطبق على مولي، ممله والكل متجاهله. بينما الصديق السحر ده شخص اولا خطير، وهتفهم ليه بقول كده، وبيساعد الناس وعامل تاثير في مدينه إلمور، فبالتالي ايه اللي هيوديه الفراغ؟ المهم جامبل بيطلع من السجن وبياخد مستر براون لوالده، واللي بيقول لهم انه مش بيحب ظهره بسبب انه كان بيتم التنمر عليه زمان، ولكنه بيروح الحفله في الاخر. وجامبل بيجي بيتكلم ومستر براون بياخد منه المايك وبيبدا يغني وبيعمل حاجات عبثيه، والحلقه دي غريبه جدا، اداها تقييم 5 من 10 بصراحه. نروح للحلقه اللي بعدها وهي الفلكي، وهي الحلقه السابعه اللي بتحكي عن مستر سمول يكون بيدي حصه علوم للطلاب تقلب حصه غريبه، وبيقول لهم كل شخص منسجم مع مين، وبيقول له جامبل وبين انهم مش منسجمين مع بعض، وده بيخلي جامبل يزعل جدا وبيفكر ان بينها هتكرهه. وواحده من النظريات الصحيحه ان لازم عباره عن ولد وبنت، وبيقول له مستر سمول انه منسجم مع نفسه وحرفيا بتطلع ورده تانية. المهم جامبل بيحاول بكل الطرق انه يحافظ على بيني، لكنه كل شويه يعمل حاجه غبيه وده فعلا بيخليها تكرهه تمشي. وبيروح لمستر سمول كان بسبب الكريستاله اللي معاه دي وبيكسرها جامبل وبيخشوا في بعض، وبيقعد جامبل يحارب مستر سمول ويقول له انه كلامه كله غلط وملوش لازمه. بيطلع كل ده جامبل بيتخيل بسبب ان الكريستاله دي مسممه وخلت الكل في حاله لا وعي، وبتيجي المنظمه الغريبه دي تاخدها واللي فيه كلام كتير عنها بعدين. هما مين المنظمه دي وطلعوا امتى اصلا؟ المهم جامبل وبيني بيرجعوا زي الاول، بس جامبل هيفضل محجوز 3 شهور علشان اشعاع البلور اثر عليه. حلقه حلوه عجبتني بصراحه واداها تقييم 8.5 من 10. نيجي للحلقه السادسه وهي المرور. بتتكلم عن مدينه ملاهي ديزي ونيكول بتقول انها تتهدد النهارده ولازم يروحوا علشان هي من زمان واعده انايس انهم يروحوا فيها، لكنها كل مره كانت بتنسى وهم هيساعدوها في كده، فبيركبوا كلهم العربيه علشان يروحوا. تحصل شويه مشاكل في الطريق وجامبل وهو بيتكلم بيني بيبعت لها كلام وحش بالغلط، وبيني بتشوف الرساله وحرفيا جامبل بيموت، فنيكول بتروح لبيني وبتقول لها ان جامبل بعت الرساله بالغلط وهو حرفيا ميت دلوقتي، وبترجع بسرعه عشان تلحق الملاهي. قفل الشرطه بسبب سرعتها، وبسبب تاني ان ريتشارد مرخص العربيه على انها مركب. وهنا بقى نيكول بتتعصب وتقريبا بتتحول للسوبر سيان، وهنا برضه خد بالك ان نيكول عندها قوه خارقه وكمان جامبل وداروين، وبتركب العربيه وجامبل وداروين بيزقها بطريقه سريعه لحد ما بيروحوا الملاهي وبيتصوروا هناك، كويس اداها تقييم 7.5 من 10. وانا شرحت قبل كده الحلقه الاولى، فهنبدا دلوقتي من الحلقه الثانيه وهي بعنوان المساعد. بتبدا الحلقه بنيكول وبتكون راجعه من شغلها وبتلاقيهم كلهم قاعدين ومكسلين يعملوا اي حاجه، وبيطلب منها داروين حجاره ريموت جديده لانهم مكسلين يشتروا. بتفتح نيكول الكمبيوتر علشان تشتري حجاره جديده، ومن هنا بتبدا المشكله لان اول ما بتفتح الكمبيوتر بيظهر لها مساعد ذكاء اصطناعي وبيكون اسمه اوري، وبتقول لنيكول انها تساعدها وبتفتح صورها كلها علشان تتعرف على شخصيتها وبتسالها عن قتالاتها، ونيكول بتنسى نفسها وبتقعد تحكي معاها ومش عارفه اللي
هيحصل بعدين. المهم جامبل ودارون بينادموا عليها علشان تيجي تساعدهم تشيل الحجاره، تنقل نفسها على موبايل نيكول علشان تكون معاها طول الوقت، وبتروح معاها السوبر ماركت وبتساعدها، لكن نيكول على طول بتسيبها ومش بتقضي وقت معاها. ده بسبب انها دايما عايزه تروح البيت لانهم في اي وقت ممكن يعملوا مصيبه، واوري بتكون عايزه تخلص منهم. فتاني يوم الصبح بتشتري اوري لهم اجهزه كهربائيه علشان تساعدهم في تنظيف البيت، وبتشتري نيكول نظاره واقع افتراضي اوري على الحقيقه، وبيخشوا بيقضوا شويه وقت مع بعض. لكن برضه نيكول بتضطر تمشي، وهنا بتتعصب جدا اوري. وتاني يوم بتشتري عربيه وبتخليهم كلهم يركبوا فيها ما عدا نيكول، وبتشغل العربيه وبتخلي وجهتها البحيره علشان تخلص عليهم كلهم. لكن نيكول بتيجي وراهم وبتلبس النظاره عشان تعرف في ايه، فبتقول لها اوري ان بسبب اهلها مش عارفه تقضي وقت معاها وانهم مبوظين حياتها اصلا. نيكول بتقعد تحاربها، وفي العربيه كلهم بيحاولوا يوقفوها، وفي اللحظه الاخيره قبل ما تخش البحيره بيقدروا يوقفوها، وهنا بينقذوا نيكول وبيرجعوا كلهم يساعدوا في البيت. حلقه تعتبر عاديه اداها تقييم 6 من 10. نروح بقى للحلقه الثالثه بعنوان المسافه، والحلقه دي بصراحه ما كنتش مستريح وانا بشوفها. الحلقه بتحكي عن جامبل ودارون وانهم لازقين في بعض اكتر من اللازم، وكل حاجه بيعملوها مع بعض حتى شرب الميه. ولاول مره في الحياه ريتشارد بيقرر ما يكملش اكله بسبب المنظر اللي شافه، فبيفكروا ينقلوا جامبل بعيد عن داروين لان المنظر ده بصراحه مش صحي. وجامبل لما بيعرف ان داروين مش هيقعد معاه بيتجنن حرفيا، بس بيرضى من الموضوع وبيطلع اوضته وبيرن عليه وبيتكلموا شويه وبينعس داروين. بس ايه سبب تعلق جامبل المفاجئ ده بقى حتى مهتم انه يتنفس كام مره من وقت ما سابه، وطول الليل مش بينام ويتهوس لدرجه انه عمل له تمثال. وبيتجنن اكتر لما بيعرف ان داروين معاه توبايس وبنانا جو، وبيخش يلعب شويه فبيقابل شخص غريب في اللعبه وبيقول له ان صديقه برضه سابه واختفى فجأة، وهو من وقتها بيدور عليه. وبيطلع الشخص الغريب ده هو ليونارد، الشخصية اللي كانت دايما بتقول لا أمانع. وحاجة كويسة من الكرتون انهم ركزوا على الشخصيات الفرعية، واللي كنت فاكره غلبان ده طلع شخصية تانية خالص، وبيشجع جامبل انه يعمل اي حاجة علشان يرجع داروين حتى لو يأذيهم. فبيروح جامبل وبيكتشف انهم كانوا بيعملوا له سرير علشان يعيش مع داروين، ولكنهم بيعملوا حركة غبية وبيولعوا في المكان. وبتقول انهم وجدوا صديق ليونارد المفقود كان عند البحيرة، بس يا ترى مين صديق ليونارد ده ومين اللي كان حبسه عند البحيرة؟ الحلقة غريبة نوعا ما، اداها تقييم 7 من 10. ونروح للحلقة الرابعة بعنوان الشيء. بتتكلم الحلقه عن ان نيكول طلبت حاجه من ريتشارد وهو نسيها، بس لما بتساله نيكول ايه هي بيقول لها فاكر طبعا، وده علشان ما تخلصش عليه. وبتكون جايه الجده جوجو تقعد معاهم، فبيطلب ريتشارد من جامبل والباقي انهم يساعدوه علشان يفتكر الشيء اللي طلبته منه نيكول. فبياكل حته من السجق وبسببها بيفتكر كل اللي حصل. وزي ما قلت لك اللي حصل مع جامبل ومولي انهم ممكن يكونوا اكتسبوا قوه خارقه من الفراغ، وده نفس اللي حصل مع ريتشارد. طب هتقول لي هو ريتشارد اصلا دخل الفراغ؟ خلينا نرجع بقى لحلقه الرسمه بتاعه بنانا باربرا اللي رسمت فيها عائله واترسون جوه الفراغ. وده معناه ايه؟ ببساطه ريتشارد دخل الفراغ قوه خارقه، واحداث الموسم الحالي بعد دخولهم الفراغ او بعد احداث الفيلم اللي لسه هينزل. المهم ريتشارد بقى طول الحلقه يفتكر الشيء اللي نيكول قالته عليه، لكنه كل مره بيجيب شيء غلط، وبيروح يجيب الجده جوجو اللي بيكون نسيها في محطه الاتوبيس، وبيحاول يطلع بسرعه قبل ما تقفل لكنه بيفشل. بتتحبس الجده جوجو وبيروح ريتشارد عشان يقول لنيكول، وبيكتشف الشيء اللي كانت عايزاه نيكول انه ما يخليش حد في البيت علشان يقعدوا هما الاثنين مع بعض ويتعشوا لوحدهم. حلقه مش سيئه واداها تقييم 7 من 10. ونروح للحلقه الثامنه وهي المشجع. وسريعا كده بتتكلم عن ريتشارد ومشاكله النفسيه بسبب امه والعقد اللي عملتها له وهو صغير، وبيحاولوا يساعدوه علشان يعمل اللي كان نفسه فيه، وهو انه يكون في فريق المشجعات. وبيخش ريتشارد بشكل غريب وبيقدم عرض حلو مع جامبل وداروين، وبيتغلب على خوفه من امه. حلقه كويسه جدا بتعبر عن مشاكل بعض الناس مع اهليهم واحباطهم. اداها تقييم 8 من 10. ونيجي بقى للحلقه العاشره وهي المعلم اللي بتحكي عن انسة سيميون في المدرسه. بيكون جامبل في الامتحان بس مفيش آلات حاسبه بسبب ان المدرسه باعتهم لان مفيش اي فلوس في المدرسه، والانسه سيميون بتاخد موبايل جامبل فبيروح وراها علشان ياخده، فبيلاقيها بتسرق من المدرسه جائزه ذهبيه، ولما بيحاول يوقفها بيتخبط وبيغمى عليه، وبتاخده معاها في العربيه وبيخاف يقول لها انه شافها بتسرق لانها حرفيا ممكن تعمل معاها حاجات مش كويسه. بس هل حد لاحظ ان راس الانسه سيميون شبه قمه ايفرست فعلا؟ المهم وهم ماشيين بتشوف اللص، وحرفيا الانسه سيميون بتتجنن وبتنزل تندمه على كل حاجه عملها. بس هل حد لاحظ حاجه غريبه في المشهد ده؟ اللي خد باله يقول له في الكومنتات. وجامبل بيقول للشرطه انه مخطوف وبيحددوا موقعه، والانسه سيميون بتاخد اللص ده معاها، والسبب ان في حد سرق من المدرسه حاجات وهو اللي هيلبس القضيه دي مكان السارق، وبيقول لها انه ما عملش حاجه. بس بتنزل الانسه سيميون تبيع الجائزه اللي معاها، وهم ماشيين في الطريق اللص بيقول لها ان اللي سرق الحاجات اهو، وبتكون المعلمه لوسي، وبتطاردها الانسه سيميون وبتخلي جامبل يقفز في عربيه لوسي علشان يجيب الشنطه المسروقه وبتاخده معاها، وبيروح الصحراء وتخيل هتاخده جوه الكهف وتقضي عليه. وجامبل بيترعب لكن بيطلع الكهف ده بيتها، متوقع قرد يعني هيعيش فين. وبتطلع الانسه سيميون كنا فاهمينها غلط. اولا الجائزه دي بتاعتها لانها هي اللي اخترعت النار، وثانيا قاعده في كهف علشان توفر فلوس وتديها للمدرسه، وكلنا كنا ظالمين الانسه سيميون لكنها طلعت طيبه جدا وبتقعد تحكي لجامبل شويه لكنه بيسيبها وبيهرب. وهقول لك معلومه خطيره كده، ان اللي بيمول المدرسه المره دي ادى التمويل كله للشرطه علشان يطوروا اساليب الحمايه بعد الكارثه اللي حصلت في إلمور. وانت مش ملاحظ ان نسبه الامان في إلمور ارتفعت؟ بنشوف منظمات غريبه وده بسبب الكارثه اللي حصلت. بس خلينا نحكي على الكارثه دي بعدين. المهم ال10 حلقات دول اديلهم تقييم 7 من 10. بالنسبه لك انت بقى تدي ال10 حلقات دول كام؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس دي نهايه الفيديو، سلام.